اهلا بكم في التايم لاين. لو كان عندك سوشيال ميديا زي الايام دي سنة 1931 كنت هتشوف على التايم لاين خبر تقنين العاب القمار في ولاية نيفادا الامريكية. نيفادا؟ مش دي اللي فيها لاس فيجاس؟ ايوه، عاصمة القمار في العالم هي بعينها. هنعرف سوا ليه وازاي مدينة في الصحراء كده بقت عاصمة القمار في العالم، بس بعد البرومو. تقنين ألعاب القمار في العالم بيرجع للقرن ال17 في مدينة فينيسا الإيطالية، وتاريخ تقنين ألعاب القمار في أمريكا بيرجع للقرن ال19 في مدينة نيو أورليانز. وبين التاريخين دول وبعدهم مدن كبيرة قننت ألعاب القمار زي موناكو، مونت كارلو، سان خوسيه، لندن وغيرهم كتير. لكن من بين كل المدن دي لاس فيجاس هي الأشهر، وهي الملقبة بعاصمة القمار في العالم. رغم موقع ولاية نيفادا في صحراء الغرب الأمريكي القاحلة، إلا أنها اكتسبت أهمية كبيرة في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20 بسبب حمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا، وبقت وجهة لكتير من المستكشفين والمنقبين والباحثين عن الذهب، وكل دول جابوا معاهم للولاية ألعاب القمار. لكن القانون في الفترة دي كان صارم جدا في منع ممارسة ألعاب القمار أو حتى استضافتها. ومع تأسيس مدينة لاس فيجاس في سنة 1905 وبسبب موقعها اللي بتمر بيه خطوط السكك الحديد، بقت مكان مثالي للكازينوهات وقاعات القمار والنوادي السرية. مع بداية فترة الكساد العظيم سنة 1929 وقف الشغل في المناجم في ولاية نيفادا، والولاية بالكامل حالها وقف. وفي سنة 1930 تم البدء في إنشاء سد هوفر دام، واللي بسببه اتوافد آلاف العمال على ولاية نيفادا. بسبب الحدثين دول أنشطة القمار السرية في نيفادا شهدت إقبال تاريخي يا فندم. لكن الولاية كان وضعها متردي اقتصاديا بسبب الكساد العظيم، وفي محاولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم ده، المجلس التشريعي لولاية نيفادا وافق على تقنين أنشطة القمار. وفي يوم 19 مارس سنة 1931 فريد بالزار حاكم ولاية نيفادا بيوقع القانون اللي بيسمح بممارسة القمار في الولاية بشكل قانوني. ومن بين كل أصحاب نوادي القمار السرية في نيفادا في واحدة ست ما ضيعتش أي وقت. مستعجلة خالص، مستعجلة قوي. أيوة، تاني يوم على طول بعد توقيع القانون، وفي يوم 20 مارس سنة 1931 السيدة ميم ستوكر اللي كانت بتدير نادي سري للقمار في لاس فيجاس اسمه نورثرن كلوب بتقدم على أول رخصة لممارسة ألعاب القمار بشكل قانوني. وبعدها نادي نورثرن كلوب بيفتح أبوابه لزواره بشكل شرعي تماما، وبدأت كل أنشطة القمار السرية في الولاية تخرج للعالم بشكل شرعي. وده اللي ساهم في تحسن اقتصاد الولاية أثناء فترة الكساد العظيم. وفي سنة 1941 رجل الأعمال تومي هال بيفتتح فندقه الرانشو في لاس فيجاس. والرانشو كان أول فندق في لاس فيجاس يكون جواه الكازينو أو نادي القمار الخاص بيه. والنجاح الكبير اللي حققه الرانشو جذب رؤوس أموال أكبر للاستثمار في لاس فيجاس، وده اللي خلى الإشراف على تراخيص القمار يتنقل للجنة الضرائب في ولاية نيفادا. وفي سنة 1945 تم إقرار ضريبة بنسبة 1% من إجمالي الأرباح على تراخيص القمار. في الفترة دي لاس فيجاس جذبت كمان رجال العصابات من أجل الاستثمار وغسيل الأموال. على سبيل المثال في سنة 1946 اتنين من أشهر رجال العصابات في أمريكا في الوقت ده، باجزي سيجل ومير لانسكي، بيفتتحوا فندق وكازينو فلامينجو اللي بيعتبر من أشهر معالم لاس فيجاس لحد النهاردة. وفي سنة 1947 وصلت أرباح ولاية نيفادا من الضرائب على القمار إلى 670 ألف دولار. حاجة زي الفل وبارك الله فيما رزق. لا يا صاحبي، في نفس السنة وقبل ما الفلوس تبرد بيتم إقرار زيادة على ضرائب القمار إلى 2% من إجمالي الأرباح. وفي سنة 1955 بيتم زيادة الضرائب على القمار عشان تبقى نسبة متغيرة من 3% إلى 5.5% من إجمالي الأرباح.
كابتن هو كله ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ وفي الستينات بدأت لاس فيجاس تجذب مستثمرين كبار زي هوارد هيوز رجل الأعمال الشهير، وكيانات كبرى زي هيلتون وزي MGM، واللي بدأوا يستضيفوا حفلات فنية للنجوم الكبار زي فرانك سيناترا وإلفيس بريسلي. والحاجات دي كلها غيرت وجه لاس فيجاس وخلتها مدينة سياحية وترفيهية، مش مجرد مدينة لاستضافة ألعاب القمار. وكنتيجة طبيعية بعد التغييرات دي، أرباح ولاية نيفادا من ضرائب على القمار في سنة 1975 تجاوزت $1,000,000,000، وده شجع مستثمرين أكبر وكيانات أكبر على الاستثمار في لاس فيجاس. وفي أواخر السبعينات تم إدخال الماكينات والآلات في القمار في لاس فيجاس زي ماكينات البوكر ماشين وماكينات الميجا باكس، وده ساهم في زيادة أرباح ولاية نيفادا من الضرائب على القمار خلال الفترة دي إلى $2.5 مليار سنوياً. في الثمانينات والتسعينات بدأت فكرة إنشاء منتجعات ترفيهية تناسب الكبار والأطفال زي لوكسور، باريس، إكسكاليبر، تريجر آيلاند، بيلاجيو وغيرهم كتير، وده ساهم في زيادة أرباح ولاية نيفادا من الضرائب على القمار لأكثر من $7 مليار في سنة 1996. وفي الألفينات بدأت لاس فيجاس تستقبل استثمارات متعددة الجنسيات، وده عمل ثورة في ولاية نيفادا، لدرجة انه في سنة 2022 ارباح ولاية نيفادا من الضرائب على القمار بقت اكتر من $14 مليار. انت متخيل؟ في عز الظروف اللي مر بيها العالم في الوقت ده الارباح وصلت اكتر من $14 مليار. اوبا، الارقام دي كلها يا اسطى. معلم يا معلم، انا حبيت القمار قوي يا معلم. بس انت كده يا صاحبي باصص على الارقام بصة سطحية قوي. الارقام دي لو بصيت عليها كويس هتلاقيها بتأكد حقيقتين مهمين. الحقيقة الاولى ان صاحب الكازينو دايما هو اللي بيكسب بس، والحقيقة التانية هي الحقيقة المطلقة اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. في النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لأصحابك، وما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.